يوم الخميس اللي فات قررت اني اعمل اول حلقه من البرنامج اللي فكرته هي اول توك شو على الانترنت. وقتها كانت دي المواضيع المسيطره على الوسط الكروي في مصر. مفيش حاجه حصلت تستدعي ان يبقى في 6 دقايق 5 دقايق الا 17 ثانيه الجون بس، غير التغييرات، ما هي دي بقى الحاجات غير السهله، الاهداف، دي الحاجات غير السهله، ال 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 الاحتفال بالاهداف، غير الانذارات والتوقف، غير الكره طلعت اوت طلعت كورنر. أن المكالمة كانت بحوزتي قبل أن تسرب بشكل أو بآخر بعد إعلاني هذا الأمر بساعة. كتبت السكريبت وحددت الفقرات وبعد كده قطعت كل الورق. اللي حصل يوم السبت كان رد اعنف من اي كلام كنت كاتبه، كان بمثابه قلم نزل على وش كل واحد كنت عايز اهاجمه. مساء الخير. حازم، شوف حضراتكم المهاره وسط حصار من 4 لاعبين، وادي المهاره وعدى حلو قوي حازم وخد الغندور، ولكن على طول تدخل من شادي، وادي المهاره بقى طارق السعيد وهجمه زملكاويه ويلف واحده حلوه وحسام حسن وحسام يتألق. موسم 2000-2001 الزمالك اخيرا بيكسب الدوري بعد سنوات عجاف. وقتها جمهور الاهلي كان بدأ يقلب على حسام وابراهيم حسن اللي ما كانش حد يتخيل انهم ممكن يلعبوا للزمالك في يوم من الايام. لكن وكمان حسام يسجل في مرمى الاهلي. صحيح في نجوم كتير اتنقلوا من الاهلي للزمالك والعكس، لكن نجوميه التوأم كانت وضع خاص جدا. من وقتها بدأ التعصب الحقيقي اللي كان يعني شتايم وخناقات بين الجمهور. جمهور الزمالك اللي بدأ اخيرا يفتخر بفريقه ويعاير الاهلاويه بماتش الثلاثه او اللماليم على حد تعبيرهم، وبين جمهور الاهلي اللي عاش سنه كمان في المعاناه لحد ما حصلت حاجه خلت الكل يفوق. رهبه المنظر وقتها كانت اقوى من اي تعصب موجود. لما يشتمك ما تردش عليه، الحكم هيقول عليه احنا خدامين الحكام، بس لازم نلعب كويس ولازم نكسب. وفاة صالح سليم، مصر كلها بنجوم الاهلي والزمالك وبقيه الانديه بتودع المايسترو. لحظات الحزن وقتها كانت اقوى من اي تعصب. عرف وقتها جمهور الكرة ان الحياه مش مستاهله لا تعصب ولا شتايم. النجم اللي بتتخانق مع صاحبك عشانه مساله وقت وهيبقى في القبر، لا هيخلد ولا هو اله. عشنا فتره قصيره من الهدوء لحد ما رجعنا للتعصب تاني بارادتنا الشخصيه، لكن وقتها الموقف كان مختلف تماما. بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول. 6-1 اهم قصف جابها في حياه اي اهلاوي في اي وقت. الفوز التاريخي اللي الاهلي معرفش يفرح بيه على حق الا بعد 3 سنين لما بدا يرجع لسكه البطولات تاني. من وقتها ويوم 16 مايو يعني لكل الاهلاويه فكرهم ونكد عليهم، عرفهم انهم بوابين من 2004 وانت طالع والزمالك بيحاول ومفيش فايده، لحد ما بدا الظهور الحقيقي لشيكابالا مع الزمالك. موهبه شيكا كانت مصدر فخر للزملكاويه حتى ولو مفيش بطولات. على الناحيه الثانيه كانت مصدر سخريه للمتطرفين من جمهور الاهلي اللي اهانوه كتير في المدرجات. شيكابالا رفض يبقى حازم امام ويرد على الجمهور باهداف تخليهم يسكتوا غصبا عنهم، ورد عليهم باهانات شبه اهاناتهم. تعصب وخناقات وقرف ومشاكل بين الصحاب، والاعلام بيسخن الدنيا في الاستوديو اللي مدته 20 ساعه. وقتها كان الجهابذه بيقول لك وايه يعني؟ ما كل ده بيحصل في اوروبا والتعصب ده جزء من كره القدم. وقتها حصلت الحادثه اللي خلت الكل يخرس. موقعات الجلابيه اللي لحد النهارده معرفش ليه جمهور الزمالك فيها نازل الملعب، واللي لولا لعيبه الزمالك الله اعلم كان ايه اللي ممكن يحصل في لعيبه الافريقي. وبعدها حادثه بورسعيد اللي راح ضحيتها 72 بني ادم. مشهدين كانوا بيقولوا حرام، كفايه، كوره ايه اللي تخلي ناس تموت. وقتها كل الشعب اصابه الزهايمر وهو بيشوف نفس الاعلاميين اللي كانوا بيسخنوا الدنيا هم اللي بيقولوا لهم التعصب ده وحش وكخه وكفايه. شيكابالا اللي كان بيتشتم كان اول واحد في قناه الاهلي بيقول كفايه، احنا ولاعيبه الاهلي صحاب. الكل كان بيعيط. فاكرين لما كنا بنعيط ولا الحاجات دي بتاخد وقتها وتعدي؟ شكلها كانت كده. لغينا الدوري واجلنا الدوري ورجعنا الدوري ولسه زي ما احنا. يا ريتنا كنا فضلنا زي ما احنا، ده احنا كمان اخترعنا صنف جديد ما تلاقيهوش غير في مصر. كابتن عادل، حوارك في المصري اليوم
ذكرك ان الاهلي خد كاس مصر بالرشوه 66 وتتويج الزمالك بلقب 57 مشكوك فيه عمل نوع من الضجه. طار عليها بدماغه وحطها بدماغه في الزاويه ده وكنت طار معاه. حضنته بعد ما جاب الجول. كان نادي الزمالك لما جه اكرمنا في الماتشين احنا جاملناه في بطوله الدوري بتاع جاملتوه جاملناه طبعا. حازم ولا ابو تريكه؟ تفويت، رشوه، عبده البقال، كلها مواضيع الغرض منها عمل فتنه وغليان وتعصب وفيوز كتير للبرامج او للمواقع. انا عايز اسالك سؤال، هو انت لو اكتشفت ان فريقك اللي انت بتشجعه كسب بطولات في زمن ما بدون وجه حق، هتبطل تشجعه؟ ايه ذنبك انت ان مجموعه من الفاسدين في وقت ما عملوا كده؟ يوفنتوس نزل درجه تانية بسبب فضايح اهم من كل العبث ده. هل جمهوره سابه ولا رجعه بطل؟ في وسط كل ده كان لازم نتوقع اننا هنفقد حد تاني، ما احنا اتعودنا ما نفرملش غير لما حد يموت. مات حماده امام. السبب الاول في شهره الزمالك والقلب الطيب والنقي كشخص، والمعلق اللي علمنا يعني ايه كوره. مات واحنا لسه بنتخانق على الوقت بدل الضايع. مات واحنا بنشوف مين اللي سرب المكالمه. الكابتن طارق سليم بيصر انه يعزي حازم، وابو تريكه بيحضر الجنازه وبيقف جنب حازم. ما هو اصل الحكايه كده. ليه عايزين تخلوهم اعداء؟ ليه تلغي واحد عشان التاني؟ وليه تعمل التاني اله وما بيغلطش؟ ليه التعصب واحنا كلنا نهايتنا قبر صغير؟ ليه بتشعللوها؟ ليه وانت دورك انك تتكلم في الكوره مش في الفضايح ولا في الخرافات؟ مشهد وداع حماده امام وشكل التايم لاين بتاعك في يوم وفاته هو اكبر ألم نزل على الكل. ألم قال بصوت عالي: تحب الناس تتكلم عنك ازاي لما تموت؟ عايزهم يدعوا لك ولا يدعوا عليك؟ في وسط كل ده كان في ناس عندها الموت مش اهم من انها تعرف ابو تريكه استقبلوه ازاي في الجنازه. دول بالظبط شبه الناس اللي جم العزا امبارح عشان يتصوروا مع المشاهير اللي كانوا موجودين. انتوا الاتنين جاتكم القرف. شجع فريقك زي ما انت عايز. انا مشجع للكره الايطاليه من وانا عيل صغير، لكني عمري ما شتمت او غلطت او خسرت حد عشان كوره. شير ماتش الستة وقول يا اهلي يا دوله، وشير ماتش الثلاثة وقول ان الزمالك لازم يرجع يكسب الاهلي تاني في الدوري. من الاسبوع الجاي هبدا اتكلم في الكوره اللي انا عرفتها، اللي مش محتاجه لا تعصب ولا شتايم ولا انك تكسر الشريحه. الكوره اللي عرفها صالح سليم وحماده امام. ما تقولش كلمه وحشه، عارف ان ولادك وانت قاعدين معاك يشجعوا تشجيع مثالي، ما فيش داعي اخرج اقول الفاظ ثانيه او عشان جنبي ناس وانا جاي استمتع بحاجه بحبها. كل واحد يلتزم بالحاجات الصحيحه دي هيبقى المتعه، هيحس بمتعه وهو بيتفرج على الماتش.